السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو تاعنا اليوم راح ندير معاكم وصفتين. الوصفه الاولى راح نديرو خبز، راح نطيبوه في الكوشه ونديروه بالزيتون والجبن يعني من الفوق. راح تشوفوا معايا كيفاش راح نديرو له. الوصفه الثانيه راح نديرو كغاتان ساهل وبنين بزاف بزاف بزاف، خاصه يعني الاطفال، يعني هذا ما يبغوا. راح نشوفوا كذلك مع بعض الطريقة. اولا نبداو بسم الله على بركة الله. هنا عندي كيلو تاع فرينة، راح نرابي له وحدة تاع لو زيست دورانج، مبشور برتقالة، فوالا. وندي له كذلك ملعقة كبيرة جد مملوءة، يعني معمرة مليح بومبي تاع خميرة الخبز. الا كنتي مزروبة ضاعفي المقادير تاع الخميرة تاعك. وندير كذلك نفس المقدار تاع الخميرة، نديره سكر. ضروري انك تستعملي السكر في هذا الوصفة. انا درت ملعقة وشوية تاع سكر، ونبداو نبلو بالماء ونلمو في العجينة تاعنا. وهنا بعد ما لميت العجينة تاعي، لميتها فقط. هنا ندير شوية ملح، ونزيد غير شوية تاع ما نديرهاش جارية بزاف، شوية فوالا. ونعجنها. نعجنها مليح باش يجيني الخبز تاعي خفيف، يجيني فارغ من الداخل.
وندير نصف لتر حليب، ونبقى نخلط فيها، يعني ماشي نديرها ونروح نخليها. فلفل كحل، الملح، ولا نوع موسكاد. لا كانت عندك يعني جوز الطيب، لا كانت عندك صح، لا ما كانتش عندك سي فاكولتاتيف. نبقى نخلط بلا ما نتوقف. فوالا هنا راح ندير الملح، وندير قطعه لاباس بها من الجبن. ضروري انك ديري الجبن في لابيشاميل تاعك، ونخليها تعقد شويه ونقلعها. هنا شويه يعني الصوت سبق الصوره. هنا سي بون راهي عاقده. راح نفرغها للوجه تاع لو غراتان تاعي، وندخلها طيب. ندخل لو غراتان يطيب في الفرن. انا نشعل عليه فقط من الفوق حتى تحمر لي هذه لا بيشاميل، باسكو كلشي راه طايب. وهنا سي بون كيما كتشوفوا جا ما شاء الله، جا حميمر الله الله. وهنا هذاك الخبز اللي كنا حضرناه مع بعض، هنا بعد ما طاب يجي خفيف بزاف، يجي فارغ من الداخل. هنا راح نقسم لكم شويه من هذاك لو غراتان حتى تشوفوه، يجي بزاف اون ديغي كو راكم دايرينه بالفرماج وحده. يجي بزاف، جربوه ورجعوا لي الخبر في لي كومونتير. اذا كانت هذه هي الوجبه تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنساوش دائما الصلاه والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.